في رجالة دلوقتي بيسيبوا مراتاتهم هي اللي تنزل وتشتري كل حاجة وتوصل الولاد وهو نايم. الرسول معلمناش كده، اتعلم من سيدنا النبي. الرسول كمان كان بيغير جدا. سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلام ده قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. كتير من الرجالة دلوقتي بعد ما ربنا بيفتح عليه وبيكرمه بينسى اللي تعبت وشقيت معاه، اللي كانت معاه في أول حياته. شوفوا وفاء الرسول وغيرته وحرصه على زوجاته، فضل فاكر السيدة خديجة لآخر يوم في عمره. تعالوا نشوف غيرة الرسول وحرصه على حماية سمعة زوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكف، السيدة صفية زارته فخرج ووصلها. يا رجالة، ده كان معتكف، يعني ما ينفعش يخرج إلا الضرورة، وإن هو يوصل زوجته شاف إن دي ضرورة علشان بيخاف عليها وكمان بيغير عليها. وبعدها لما الرسول خرج ووصلها شاف 2 رجالة من الأنصار، فهم الاتنين أول ما شافوه مشيوا بسرعة، فقال لهم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. بيوضح لهم هي مين. سبحان الله يا رسول الله، هم قالوا له كده، قال لهم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. خايف عليهم إن هم يظنوا ظن سيء، وكمان خايف على مراته وعلى سمعتها. الراجل الحقيقي هو اللي بيحمي سمعة مراته وما يحطهاش أبدا في مواقف محرجة. مش أول ما يحصل مشكلة بينهم يجري على أهله، على مامته وإخواته، ويشتكي ويطلع أسرارها ويتكلم عنها بالسوء.